الحكم اللي حكم في الماتش ديال اتحاد طنجة والرجاء دار غلط كارثي. داك الماتش هذا عطى المدافع اتحاد طنجة حمراء، ما كايناش حمراء خياليه، ومع العلم انه رجع الفار وبان لي بلي طاكل عادي. المدافع ماشي هو المدافع الاخر باش نقدروا نتعاملوا معاه بهذاك التعامل ونعطيو حمراء ديريكت. صفرة كافيه ولا ضربة خطأ كافيه. وهادشي هذا ماشي غضب عليه غير الجمهور ديال اتحاد طنجة بوحدو، ولا غضب عليه غير الرأي العام، لا، غضب عليه حتى الجمهور ديال الرجاء. الجمهور ديال الرجاء حتى هو غير راضي على ديك الحمراء اللي تعطات. كان ماتش مزيان، كان ماتش غادي مزيان، ما كاين لاش تعطى حمراء في داك الوقيته، غير مقصود كاع يتوشي في الرجل ديال المهاجم ديال الرجاء. على اثر هذا الحديث هذا غادي يخرج اليوم النادي الرجاء وغيخرج ببلاغ وغيقول باننا حتى حنا غير راضيين على ديك الحمراء اللي تعطات المدافع ديال اتحاد طنجة، وكنطالبوا مديريه التحكيم باش تدخل وتصلح هذا الغلط هذا. ونزيدكم عاوتاني، يمكن الحكم غلط، اي حكم يقدر يغلط. اللي ما كيدخلش العقل هو ان بعض اللعابه ديال اتحاد طنجة في وسط الماتش بقاو كيسبوا كيشتموا في الحكم. شي كيقول ليه بقيتي تصفر بزاف كيصفر ديال الكوكوط، شي كيقول ليه وصافي حالتيها. رومبلاسمون ديال اتحاد طنجة كلشي بدا كيسب في الحكم، كيسب ليه فمو، كيسبوا ليه في والديه. هادشي هذا غير اخلاقي، راه حشومه، راه اي واحد يقدر يغلط، اي حكم يقدر يغلط في بلاصه الحكم هذا. الحكم باقي شاب، ما عندوش داك الخبره الكافيه باش يقدر يسير في هذه المباراه. يلا السيد كياخذ في التجربه. عيب نبقاو نسبوا لشي واحد والديه كتبقى غير كره قدم، كتبقى غير لعبه. واحد كيخسر اليوم وغدا كيربح. علاش نبقاو نسبوا للناس في والديهم على قبل الكره؟ علاش؟ وانت اشنو بالك؟